هو ازاي اخليه يحبني؟ ازاي اخليه يهتم بيا؟ عارف لما تبقى واحده كده معجبه بواحد مثلا وجواها السؤال ده، وانا بس ازاي اخليه يحبني؟ او اتنين مع بعض متجوزين وازاي اخليه يحبني زي ما انا بحبه؟ اولا في شويه افعال كده ممكن تعملها، بس انت اكيد مش هتحط ايدك جوه قلبه وتعلي ليفل الحب، فانت في شويه افعال بسيطه في ايدك. فلما يكون حد بيظهر اهتمامه ليا، عمال انا اهتم بحد، فممكن جدا يبدا هو كمان يهتم ويحبني. ان انا بعمل حاجات هو بيحبها، اني بشاركه اراء رايي في كذا، وهو اقول له طب قول لي رايك في كذا. اديله مساحه انه يساعدني في حاجات، وانا اكون عندي المساحه ان انا اساعده في حاجات. فكره المشاركه وفكره مشاركه الاوجاع ونقط الضعف وكل الحاجات دي من الحاجات اللي بتقوي، سواء احنا كنا متجوزين او في مرحله ما قبل الجواز، وعايز تحس ان هو بيحبك نفس الليفل ده. ولكن الغلطه اللي بنعملها انك تبقى متخيل ان في حاجه واحد اتنين تلاته هعملهم كأن الريموت كنترول بتاع الحب في ايدي، فانا هزعلي او اقلل. والمشكله الاكبر ان يكون شخص بيحبك بس بيحبك بطريقه مختلفه عن اللي انت عايزها، فانت بتقول ان هو ما بيحبكش. فبنوصف المشكله غلط، بدل ما تكون بتطلب خلاص انا موافق انك بتحبني بس انا احتياجاتي واحد واثنين وثلاثه، لان انت بتقول مش بيحبنيش، فكأن دخلنا في مشكله ثالثه. لازم نتقبل ان كل واحد مفهومه عن الحب مختلف وطريقته في الحب مختلفه، ففرق ما بين هو بيحبني فعلا بس بطريقه مختلفه ولا ما بيحبنيش. وتقبل انك مش بايدك انك تخلي حد يحبك لو هو مش بيحبك، ما مش بايدك انك تجذب شخص لو انت مش واقع على الرادار بتاعه ومش شايفك. عشان ما تسحلش نفسك في الطريق ده، لا اسحل نفسك في فكره ان هو اصلا في سكه نمشي فيها مع بعض، ولا احنا ماشيين في سكك مختلفه وبنحاول نعيد اختراع الطريق من الاول خالص، وكاننا هنبذل مجهود ونضيع وقت في طريق غلط خالص.